السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة كنزة كويزين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية. اليوم جبت لكم وصفة تليتلي من ايادي امي الغالية، ربي يحفظها لي ان شاء الله ويطول لي في عمرها. وما تنسوناش دعوة من القلب وخليوها لنا في التعليقات باش هكا تحفزوها وتطلعوا لها المورال وتشكروها على تليتلي اللي قدمته لكم. صدقوني البنات هاد الوصفة والله العظيم هايلة بنين ويجي على حبة كيما راه موضح في لا فيديو. شوفوا تليتلي تاعنا جات كل حبة وحدها والبنه ما نحكي لكمش. نتمنى تسيوها هاد الوصفه وتبعوها حتى الاخر باش تشوفوا الخطوات باسكو كل واحد كيفاش يقدمها. نبداو بسم الله. هنايا عندنا قطعه تاع اللحم غنمي، كل واحد يدير على حسب افراد العائله. عندنا حبه تاع بصل كبيره ومرابيه، 3 سنينات تاع الثوم مرابين، حبه طوماطيش مرابيه، مغرف كبيره ونص تاع طماطم مصبره، ومغرف صغيره معمره نتاع السمن. نجيبوا لاكوكوط تاعنا نديروا فيها كميه من الزيت. انا ما ذكرت لكمش كامل المقادير مع الاول، تبعوني حتى الاخر باش تعرفوا المراحل. درنا شويه زيت، ضفنا عليها السمن وراح نحطوا عليها البصل، ومن بعد نحطوا قطع اللحم تاعنا. تقدروا تعوضوا اللحم غرمي بالدجاج يجيكم عادي، قلت لكم اللحم على حسب افراد العائله. راح نخليو اللحم تاعنا يتقلى مع البصل، نقلبوه خطره على خطره باش ياخذ لنا البنه كيما راكم تشوفوا. لازم تقليوه بيان. هنايا راح نجيو نضيفو 3 سنينات تاع الثوم، ما حطيناهاش مع الاول باسكو لو كان حطو الثوم مع الاول راح يتحرق لكم بالخف يطيب الثوم. نزيدو نضيفو عليها حبه تاع طماطم اللي قلنا سكرفجناها، نخليوهم يتقلاو شويه مع بعض. وبالنسبه للتوابل راح نسحقوا ملعقه صغيره تاع فلفل عكري، ملعقه صغيره راس الحانوت، نصف ملعقه صغيره سكنجبير، نصف ملعقه صغيره قزبر مطحون، وربع ملعقه صغيره نتاع فلفل الاسود. نضيفوا التوابل تاعنا على اللحم بعد ما تكون تقلى مع البصل والطماطيش، ونضيفوا له الملح على حسب الذوق تاعكم. نزيدو نضيفوا ملعقه ونصف كبيره نتاع الطماطم مصبره، نخليوهم يتقلاو كيف كيف مع بعضهم حتى تقلى لنا الطماطيش. نقلبوه خطره على خطره باش يطلق البنه تاعو بيان. اللحم كل ما قليتوه كل ما لاصوص تاعكم تجيكم بنينه. هنايا راح نمرقوه بالماء سخون، لازم تمرقوا دائما الماكله تاعكم بالماء سخون حتى نغطيو اللحم تاعنا. نزيدو نضيفو عليه عود تاع قرفه وربع حبات تاع الجزر. الجزر راح يعطيه حلاوه في لاصوص تجي هايله. نخليو لاصوص تاعنا حتى تغلي، وكي تغلي نغلقوا عليها لاكوكوط كما راهي موضحه في الصوره. نجيو هنايا التليتلي، حطينا 2 باكيات تاع تليتلي في الجفنه ولا في القصعه كما تحبوا. انا هنايا الكميه اللي درتها كيلو، يعني 2 باكيات. راح نضيفوا عليه كميه من الزيت كما راكم تشوفوا، راه يدخل الزيت مع التليتلي، لازم كامل حبات ندخلوا فيهم الزيت. صدقوني البنات هذه الطريقه لازم تكملوها حتى الاخر. بعد ما بس درنا له الزيت راح نحطوه في كسكاس ونحطوه يغلي، يتفور بلوتو التفويره الاولى. بعد ما يتفور راح نجيو نعاودو نحطوه في الجفنه تاعنا. الفيديو راه موضح من كل شيء، وصدقوني البنات هاد الوصفه مضمونه 100%. راح نجيو نفرغوا عليه الماء اللي كنا فورنا عليه حتى يتغطى لنا تليتلي. لازم الماء يكون مغلي البنات. تليتلي قلت لكم كل واحد كيفاش يحضروا هذه الطريقه، صدقوني ناجحه 100%. راح نغطيو عليه بسنيوه ولا طبسي كبير ولا كيما تحبوا، ليسونسيال نغمروه بالماء سخون ونغطيوه. ومن بعد كي يتشرب هاي لكم النتيجه. ما راحش يتشرب لكم كامل هذاك الماء بصح راح يتنفخ معاكم. هنايا راح نصفيوه، ما راحش نخليو فيه هذا الماء. برك انا صورت لكم باش تعرفوا. هاي لكم، لازم نخليوه حتى يتقطر. وبعد ما يتقطر راح نجيو نعاودو نفوروه. انا حطيت ربع حبه تاع البيض في الماء اللي يغلي بيان سير باش نربحوا الوقت، ماشي كل حاجه نديروها وحدها. راح نجي نعاود نحط التليتلي تاعي تفور هذه الخطره الثانيه. الخطره الاولى حطينا له غير الزيت، والخطره الثانيه درنا له الماء. نغطيو عليه تليتلي ماشي كيما الطعام، لازم ديروا الغطيوه تاع الكسكاس.
هنايا بعد ما طابت لي لاصوص، بعد ما طابت لي زروديه، راح نجي نحيها على جهه باسكو لو كان نخليوها راح تذوب كامل. ونضيف الحمص. انا الحمص هنا عندي كان طايب، على بها خليته حتى الاخير. نتوما لا كان الحمص تاعكم ماشي طايب حطوه مع الاول. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. راح نزيد نحط زوج تاع الحار، نخليها تغلي شويه برك، نغطي عليها ونخليها تغلي شويه قسمه الحميصه هذيك برك طيب لي والفلفل. ونوليو التليتلي تاعنا بعد ما تفور الخطره الثانيه. راح نجي نعاود نردو في الجفنه. انا خليت لكم الفيديو موضح ماشي طويله بصح موضحه من كل شيء. هاوليكم حليناه غير بالمغرف، راح يتحل لكم فاسيلمون. ونجيو نسوموه. انا كميه الماء هنا خدالي قيس كاس ونص حتى لزوج كيسان تاع الماء في كيلو تاع تليتلي، يعني زوج باكيات تاع تليتلي. سومناه ونخليوه يريح كيما الطعام حتى ينشف. ونعاود نردو في الكسكاس يتفور التفويره الثالثه واللي هي الاخيره. هاوليكم هذه التفويره اللي راح نفوروها التفويره الاخيره. نغطيو عليه بيان سور كما قلت لكم. بعد ما تفور لنا راح نجيو نعاودو نحطوه في الجفنه تليتلي ما يطولش باش يتفور ماشي كيما الطعام خف خف يتفور معاكم. راح نردوه في الجفنه ونضيفو عليه ملعقه كبيره نتاع لا مارغرين، ندخلوها فيها بيان. بالنسبه لاصوص تاعنا كما تشوفوا طاب اللحم، طاب الحمص، طاب الزروديه. راح نجي نصفي كل شيء، نخليها على جهه وتبقى لي برك لاصوص وحدها. راح نصفيها في كسكاس. لاصوص تاعكم لازم تصفيوها باش تتخلصوا من المطروفه تاع البصل والطوماطيش وكل شيء، تبقى لكم لاصوص صافيه باسكو راح نجمروا فيها تليتلي. هنايا كما تشوفوا حطيت التليتلي حطيته في طاجين، ونجي نفرغ عليه كميه تاع لاصوص اللي كنا صفيناها، ونعاودو نحطوه فوق النار خفيفه حتى يتجمر لنا. ما لازمش تقويوا له النار البنات. التليتلي كي يتجمر لازم تخليوه على نار خفيفه. وإلا شفتوه مازال ما طاب لكمش ولا مازال ما تجمرش، ضيفوا شويه من لاصوص اللي كنتو خليتوها. هاوليكم شوفوا الشكل تاعو كيفاش يكون. تشرب لي كامل هذيك لاصوص وراو طايب بيان مفور بيان على حبه ما خصو والو. نجي هنايا كيما تشوفوا في مقله درت شويه زيت شويه تاع مارغرين. راح نقلي فيها الخضره اللي كنا طيبناها، الزروديه والفلفل اللي طيبناه. هاد المرحله اختياريه بصح صدقوني راح تجيكم بنينه كي تعاودوا تقليوها خير ملي كنت تخليوها كيما راهي. هنا كيما تشوفوا كملت ماما العزيزه كملت التليتلي وراهي تحط لنا فيه. واش نقول لكم الريحه ما نحكي لكمش، وطعمته هايله. وصدقوني صدقوني والله البنات لا كان تعتمدوا هذه الطريقه راح تنجحوا فيها اكيد، وراح يجيكم تليتلي بنين وبنتو ما نحكي لكمش عليها. راح تسيوه وردوا لي رايكم في التعليقات. ما تنسونيش، وقلت لكم ما تنسوهاش دعوه من القلب تدعيوا لها دعوه خير، وربي يحفظها ويحفظ كامل امهاتكم ويطول في عمرهم. وان شاء الله وصفات اخرى من ايدي امي الغاليه راح تطول عليكم شويه بصح ماشي بزاف. الا بغيتوا وصفاتها وعجبكم التليتلي تاعها ردوا لي رايكم في التعليقات، وهي خطره على خطره ان شاء الله راح طيب لكم. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. ما تنساوش تخليوا لي جيم، تهلاو لي في رواحكم، وفي فيديو واحد اخر قريبا ان شاء الله. باي باي.